الملف المسمات نعيمة البدوية، وأننا لن نرضخ لتجار الأوهام، لن نرضخ لكل من يهددنا من أجل صرف الأنظار ديالنا عن هذا الملف، لنؤكد للجميع على أننا دائما على الوعد. إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد فيديو جديد، ودائما مع الموضوع أو الملف ديال البدوية اللي كيف ما كتشوفوا الخرجة الأخيرة ديال الأستاذ الصوفي اللي خرج وفند جميع دوك الأقوال ودوك الإشاعات، كتبخس العمل ديال الخلية وكتقول بأن الملف صافي راه مشى طي النسيان وصافي خرجت منها البدوية. لا، اليوم خرج يعني الصوفي وأكد مما لا شك فيه على أنهم مازال مستمرين في القضية، بل أكثر من ذلك هو أنهم مشاو تنقلوا حتى لمدينة فاس وحطوا يعني شكاية جديدة ودعوة جديدة في مدينة فاس إضافة إلى هذيك اللي كاينة في الدار البيضاء. في نفس الوقت كيرد على تحفة وعلى أي واحد خرج يعني كيضرب في الصوفي وكيلفق ليه الإشاعات في محاولة بائسة منهم باش يوضعوا العصا في الرويضة ويعني ويثنيوه على أنه يستمر في هذه القضية. خرج يعني كيقول لهم بالمباشر أنه مستمر يعني في الكلمة ديالو وفي الوعد ديالو مع المغاربة، غيكمل في القضية حتى تاخذ الجزاء ديالها، وكل يعني من ينشر التفاهة والفساد في المجتمع المغربي. كثر اللغط وكثر الكلام وكثرت التأويلات على أن هذا الملف نزل الثلاجة وأنه يعني ملف اللي ما غيبقى فيه والو، بالتالي هاد نعيمة البدوية ومن يدور في فلكها غادي يبقاو يعني فوق القانون وفوق المساءلة والملاحقة القانونية، وأن تجار الأوهام والمحرضين وحماة التفاهة ربما يعني طبلوا زمروا اعتقدوا على أنهم راكبين على واحد الفرس أدهم، ولكن فقط اتضح على أنهم راكبين على فرس أعرج، وعلى أنه اليوم نؤكد بشكل لا مراء فيه ولا شك فيه على أننا تابعين الحملة ديالنا ديال زيرو تفاهة. واليوم تقدمنا بشكاية ضد المسمات نعيمة البدوية أمام السيد الوكيل العام. لأول مرة ترفع أقول شكاية ضد المسمات نعيمة البدوية. هذه نقطة مهمة ومهمة بزاف، هذه النقطة ديال أنه لأول مرة كترفع بها شكاية. يعني داك الكلام ديال داك المزيات ولا دوك اللي كانوا كيخرجوا كيقولوا أنهم حطوا بها شكاية فاس كانوا فقط كيكذبوا وكينصبوا على الناس، والدليل الأستاذ هو اليوم جاوا وقالوا بأنه لأول مرة ترفع بها شكاية. الكلام واضح جدا. هذا من جهة. من جهة أخرى دوك اللي كانوا تيقولوا أنها كيفاش يعقل أنه هذا البدوي محطوطين بها بزاف ديال الشكايات ولم يتم يعني متابعتها ولا اعتقالها. ها هو الجواب على السؤال ديالكم او التساؤل ديالكم. كنت تحطوا بها شكايات كانوا غادي يتابعوها، وهنا كتبرأ الذمه ديال القضاء الفاسي. مؤخرا بزاف ديال الناس بداو كيشككوا فيه، كيقول لك كيفاش هاد السيده رغم هاد الشكايات اللي كيخرجوا كيقولها في السوشيال ميديا وباقي ما تمش الاعتقال ديالها. ها هو الجواب واضح وصريح على انه لم يتم وضع اي شكايه. يعني اي واحد كان تيخرج وكيتكلم ما هو الا نصاب وكذاب وافاق، كان كيخرج لهدف في نفسه يعقوب طبعا باش يجمع دوك المعاونات في الخفاء وباش ينصب على عباد الله ويحلبهم، كيف ما حتى هي كتخرج وكتنصب على الناس. هنا غيتفرشوا كلهم دوك اللي كانوا كيخرجوا كيقولوا انهم حقا حطوا بها شكايه والقضاء الفاسي ما دار حتى شي حاجه معاها والناس كتعتقد انها فوق القانون. ثم الاستاذ فرش كل شيء ووضح كل شيء. هذه الشكايه تضمنت الوقائع الاتيه: الجرائم في حاله عود، تجار في البشر، اساءه الدين الاسلامي، بث ونشر وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبه بقصد المس بالحياه الخاصه، التهديد والسب والقذف والعنف في حق امرأة بسبب جنسها، التحريض على ارتكاب جناح بواسطة وسائل إلكترونية، الإخلال العلني بالحياة، البداءة في الإشارات، العري المتعمد بواسطة وسائل إلكترونية، بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال أطفال قاصرين وصورهم دون موافقتهم، السب والقذف العلني، النصب والاحتيال عن طريق التأكيدات الخادعة، التسول بالاستعانة بأطفال قاصرين بوسائل إلكترونية، ثم إعطاء قدوة سيئة لأطفال قاصرين، التمييز والتحريض على التمييز والكراهية. لائحة ديال التهم والجرائم الأخلاقية اللي ارتكبتها نعيمة بدوية ومن يدور في فلكها، لائحة للأدلة ديالها كلها يعني منتشرة في السوشيال ميديا كامل حنا المغاربة بلا ما نحتاجوا زعما أننا نحضروا لشي محاكمة. الأدلة كلها كاينة وموجودة والمقاطع راه باقا كتدور وكتسيركولي في السوشيال ميديا. استجد في هذا الشيء كله هو أن الأستاذ الصوفي جدد شكاية ودار شكاية جديدة في مدينة فاس ضمن لها يعني أدلة جديدة، خصوصا في ذاك الموضوع اللي تجار بالبشر اللي كيتذكروا إخواني أخواتي أنها استفدت من
التنازل اللي قدمته لها يعني سميرة البقالي وداك المزيت، وظنات على انها نجات من المتابعه ديالها. اليوم الاستاذ الصوفي كيأكد لنا على ان داك الملف ما تطواش، ولا انهم واخا عملوا لهما تنازل هو عاود حياه من جديد ودار شكايه جديده بالاسم ديالو هو، وعاود ثاني فتح الملف مره اخرى، لانه هي كانت كتعتقد انه صافي نقزات داك الامر، يعني استفدت من داك التنازل صافي راه ما غاديش تكون متابعه. هي ظنات بانها مطوره وبانها يعني نويعره وبانها زعما غتقولب وغتنوعر، ولكن نسات بانها كتعامل مع واحد الناس اللي هما عندهم واحد الحلم وواحد الذكاء ودهاء قانوني وكيعرفوا مزيان شنو كيديروا. داكشي علاش عاود فتح الملف من جديد وحطوا بالاسم ديالو، لانه هي استفدت من داك التنازل داك التواطؤ ديال سميرة البقالي ديال داك الجمعاوي المزيت، وظنات على انها قطعات الواد ونشفوا رجليه. لنؤكد للجميع على انه لا احد يتوهم او يخطر بباله انه غادي يفلت من المساءله والملاحقه ديال زيرو تفاهه، مهما كان من التطبيل ومهما كان من التهديد ومهما كان من الضرب في شرفنا وفي سمعتنا، فسنؤكد للجميع انه زيرو تفاهه، زيرو عاطفه، زيرو ابتزاز، الى حين تقديم هذه المسمات البدويه ليكون جواب للاشخاص الذين اوهموها انهم يحمونها دورهم، انهم غادي يخرجوها من الورطه، او انها غادي تخرج كالشعره من العجين. نقول لها اليوم شكايه من السيد وكيل العام بمحكمه السيناف بفاس تضمنت كل هذه الواقع الاجراميه الجديده. هذا الواقع ما كاينش في الدار البيضاء وما كاينش في اي محكمه اخرى. هذه واقع جديده قدمناها للسيد الوكيل العام في اطار جنايه الاتجار في البشر، وسوف يتم تفعيلها. كنظن ان الكلام ديال الاستاذ واضح والتصريحات ديالو واضحه، الكلام ديالو ما فيه غبار. بزاف ديال الناس اللي كانوا كيشكوا كانوا كيظنوا طبعا بعد الشوشره اللي خلقوها بعض الانصار وعلى راسهم طبعا المسمى تحفه، اللي حاولوا نوعا ما على انهم يصطادوا في الماء العكر وما خلاو ما داروا، يعني ما خلاوش من جهدهم، ما خلاو رموا تهم، ما خلاو رموا تلفيقات، ما خلاو قالوا بان القضيه راها تبردات، ما خلاو قالوا ان صافي نعيمه راه خرجت منها. ولكن الاستاذ يعني كيبقى ساكت حتى كيخرج وكيضرب يعني الضربه ديالته وكيصدمهم يعني وكيفاجئهم بالخطوه اللي كيدير، خطوه اللي كتكون دائما سابقهم ودائما يعني هو عنده امتياز عليهم. خرج يعني واكد يعني مما لا شك فيه انه باقي في القضيه، وان الامور نوعا ما واخا كتاخذ الوقت لان المسطره القانونيه ولانهم كيعاودوا الملف من جديد طبيعي جدا، لانهم بعد التراجع ديال بزاف ديال الاطراف اللي كانوا في الاول بداو مع المسار، طبيعي ان الملف لقى بزاف ديال العرقلات، بزاف ديال النقاط اللي كان خصها تعاود من الاول، وبزاف ديال الشكايات اللي خصهم يتقادوا والادله. كيف ما كتعرفوا طبعا انه الملف في الاول ملي تحط يعني كان في الاستاذ الصوفي، كانت فيه سميرة البقالي، كان فيه داك المزيت، فجاه يعني في النصف ديال الطريق بداو كيتراجعوا وبداو يعني كيتخاذلوا، التواطؤ ديالهم كان واضح، وداك الشيء علاش تعرقل الملف وتعطل. اما لو كون ما كانش داك التواطؤ ديالهم وداك التنازل ديالهم، القضيه ديال نعيم البدوي كانت غتكون شحال هذه تغلقات وكانت غتكون غادا في الطريق ديالها. طبعا داك الشيء كله كان يعني متعمد وكان يعني مخطط ليه وكان يعني بواحد الهدف، على انه يعني تراجعوا في ديك الوقيته باش الاستاذ يعني الصوفي يمل ولا يعني يتغاضى ولا صافي يقول صافي بارك عليه من هذا الشيء. ولكن هو كان صنديد وكان لهم بالمرصاد والدليل، ها هو هز الملف ديال الادله اللي كانت تنازلت فيه سميرة البقالي وديال المزيت ديال يعني الاتجار بالبشر، ومشى داه هو بيده وجاب الادله، جبدهم من الارشيف وعاود ثاني بنى ملف من جديد يعني بجرائم جديده وحطوا يعني كشكايه جديده في مدينه فاس باش يتفتح الملف من جديد. وهنا هذا جواب. المهم نعيمه البدوي اللي كانت كتظن يعني نوعا ما على انها نجات من ديك القضيه وان داك التنازل اللي حصلت عليه غادي يكون هو داك المفتاح ديال الفرج، لا وثم لا، لانه القضيه ما كتساقطش وما كتقادمش وما كتلغاش الى واحد من الاطراف تنازل. اي نعم داك المزيت وسميرة البقالي تنازلوا على الحق ديالهم في المتابعه وخذلوا المغاربه ويعني وغدروا المغاربه بهذا المصطلح هذا، لانهم في الاول بداو المشوار مع الاستاذ الصوفي ومن بعد تراجعوا في الكلام ديالهم. ولكن رغم ذلك فالقضيه غادي تاخذ شويه الوقت اكثر ولكن ما غاديش تسالي. وها هو الاستاذ الصوفي اليوم جا واكد لنا على انه فتح الملف من جديد وقال لي اول مره كيتحطوا هذه المعطيات يعني كان القضيه بدات من جديد. وهنا غادي نبغيو نردوا ايضا على اي واحد خرج وكيقول كيفاش تعطلت القضيه وكيفاش يعني علاش ما تمش المتابعه ديالها واعتقالها. ببساطه لانه ما كانوش شكايات مقدمين والادله كانوا تحيدوا من الملف بعد التراجع وبعد يعني تخاذل ديال مجموعه ديال الاطراف اللي بكل صراحه السؤال المطروح هو علاش كيدعموا هاد مهم نعيمه البدوي، علاش كيناصروها وعلاش واقفين معها، علاش يعني كيحاولوا انهم يدعموا الفساد والانحلال الخلقي وكيحاولوا باي طريقه يديروا شوشره. مشاو بعيد حتى بداو كيتهموا يعني الاستاذ الصوفي وجدوا لي واحد التلفيقات واشاعات لا اساس لها من الصحه. كنا طبعا سمعنا الكلام ديال تحفه وديك الفضائح اللي خرج كيقولها اللي بكل صراحه كان عندها تفسير واحد، وانه باغي يدير الشوشره وباغي يخلع يعني الاستاذ الصوفي. ولكن لقى واحد الصنديد ولقاه رجل مواقف ولقاه واقف وعنده كاريزما ومتشبت بالكلمه ديالو وما خانش يعني العهد اللي دار مع المغاربه. في نفس الوقت طبعا الاستاذ
الاستاذ صوفي جاوب ورد كل دوك المتطفلين اللي كانوا كيضربوا في السمعه ديالو، واللي كانوا كيحاولوا يشوشروا ويحاولوا انهم يعني يديروا واحد التشويش على القضيه، واكد لهم بانه باقي غادي في المسيره، وكلامهم اشاعاتهم ما كتقيسوا لا من قريب ولا من بعيد. ومؤخرا كيف ما شفتوا اخواني اخواتي انضم يعني شخص اخر الى الفريق ديال المناصره ديال الفساد وديال التفاهه، واللي هو الزروالي اللي هو اكبر الكسالى. داكشي علاش كتشوفوا نعيمه البدويه يعني المحاطين واللي دايرين بها غير الكسول وخوه، غير المتردي والناطح وما اكل السبع، حتى واحد فيهم ما كيفهم وحتى واحد فيهم ما كيعرف. داكشي علاش كيعمروها وكتخرج دير شي خرجات يعني لا مسؤوله، بحال الخرجه الاخيره اللي خرجت كتضرب يعني في الاستاذ الصوفي بواحد الكلام اللي اش غادي نقول لكم غادي يزيد غير الطينه باله، غادي يزيد ياكد فعلا بانها يعني خصها تمشي تربى لانها ما صالحاش. يعني الريح اللي جا كيديها دوك الكسالى اللي كيعمروها واللي كيبقاو يضربوا لها بنديرو تخرجيه تغني وتزمر، اليوم غادي يطيحوها في واحد الفخ وغادي تطيح في شر الاعمال ديال انضمام الزروالي الفرد الجديد الى الحزب ولا الحلفاء ديالهم نعيمه البدويه اللي تيناصروها، واللي طبعا حنا عارفين ومتاكدين علاش كيناصروها وعلاش كيدافعوا ماشي حبا فيها وماشي يعني حبا في العداله وفي الحق، هما عارفين انها غلطه من ساسها لراسها. ولكن كتعرفوا دوك ديال القرنه اللي ملي كيشموا ريحه اللحم، ريحه اللحم الجيفه كيمشيو يتهافتوا عليه، ملي كطيح يعني شي ضروبه دوك الجلافط اللي كيبقاو خصهم ضروري حتى هما ياخذوا حقهم. ومن همهم نعيمه البدويه ما كان ما احسن منها، لانه كيف ما هي كتنصب على عباد الله كيجيب الله ينصب عليها، وكيجيب الله اللي يدير دوك الريالات اللي كتجمعهم بالسعايه وبتطيح الدموع وبالتبوحيط وبالنصب والاحتيال، كيجيب الله اللي يديهم لها بنفس الطريقه وبنفس المنوال. تيوهموها كيف ما قال الاستاذ الصوفي على انهم غيخرجوها بحال الشعره من العجين، وعلى انه حقا ما عندهم ما يصوروا منها وما عندها حتى شي مشكل، في حين انه هي القضيه غارقه وغارقه بزاف، عندها بزاف ديال الخروقات وبزاف ديال الجرائم الاخلاقيه اللي ولا بد غادي تحاسب عليهم، وما يمكنش غدوز يعني مرور الكرام، لان الراي العام كله يعني راه كيتسنى المتابعه والمعاقبه ديال هموم نعيمه البدوي ومن يضروا في فلكها. طبعا بعد كل هذه الخروقات وبعد هاد التفرعين والدساره اللي غير ما زايده فيه على فكره، الخرجه الاخيره ديالتها والضرب في الاستاذ الصوفي في محاوله منها باش انها ترد عليه حق على الخرجه ديالته، كلامها كله لا اساس له من الصحه ولا علاقه له بالمنطق. دونك اخواني اخواتي حتى لهنا كانوا هادو هما المستجدات ديال القضيه ديال نعيمه البدويه. نضرب لكم موعد ثاني ان شاء الله فيديو جديد، وغنتمنى لكم نهايه اسبوع طيبه. الى فيديو اخر، السلام عليكم.